هند، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك، اخبارك ايه؟ النهارده هتكلمنا عن شعور الخوف وازاي نتخلص منه. طيب. عارفه انت الوجع اللي بيجي اوقات في اخر الظهر، اسفل الظهر او في الركب. الوجع ده ممكن ما يكونش سببه انك انت عملت حاجه غلط، حركه غلط، او حتى لو كنت من الناس اللي بتتمرن ان شرط ان يكون سببه اصابه في التمرين او غيره. الوجع ده احيانا بيكون شعور خوف اتخزن في جسمك بقاله فتره طويله ما اتحلش. والنهارده واحنا سوا هنفهم وهنتعلم نساعد نفسنا وجسمنا انه يقدر يتخلص من اسباب الوجع من الجذور اولا، وبعد كده هنكمل مع بعض بقيه الاسباب اللي تساعد الجسم طبيعي ان هو يتشافى، بس الجذر لازم يتحل اولا. ودلوقتي انا هكشف لك السر. طيب انت قلت لنا ان المشاعر بتتخزن في جسمنا، مم. شعور الخوف تحديدا بيتخزن فين بالظبط؟ هو كل ردة فعل الجسم على حسب نوع الخوف اللي الجسم هيحس بيه. يعني في شعور في الخوف بيبقى موجود زي ما انا قلت من شويه اسفل الظهر او في الركب، ممكن يكون في البطن، وممكن يكون في الكتف، حسب نوع الخوف وحسب ردة فعل الجسم على الخوف. ده بيدل على ايه بالظبط؟ دلالته فين؟ يعني ايه حسب نوع الخوف؟ يعني في حد بيخاف يشيل المسؤوليه، في حد بيخاف من بكره ومن المستقبل، في حد خايف ان هو مثلا داخل امتحان. طب قولي لنا كل واحد بيتخزن فين؟ الركب بتبقى من خوف ان هو شايل شيله مش بتاعته، او شيله اتقل منه، او ان هو يبدا يتحرك في اتجاه تقيل عليه نفسيا، فالركب بتخليه ان هو مش قادر يشيل نفسه كويس. طيب الخوف دلوقتي اتخزن في الجسم، رد فعل الجسم ايه بيكون ايه؟ الوجع بيجي عن نتيجه ان العضلات بتبقى فيها تشنج، وفي بيبقى فيه تصلب، بتبقاش مرنه، ما بتبقاش سهله الحركه، فبالتالي بتعمل نسبه من نسب الالتهاب، وده بيخليكيش عارفه تتحركي بشكل طبيعي وانسيابي، جسمك مش متناغم مع شعورك الداخلي او مع الشعور المتخزن في اللاوعي وانت مش عارفاه. طيب تمام، ايه الاعراض اللي بتظهر على الانسان اللي بيخزن الخوف نعرف منها اذا كان التخزين ده او الالم ده من تخزين المشاعر ولا الالم ده سبب عضوي؟ انت تقدري بكل بساطه كده اول ما بتتوتري او اي حاجه بتلاقي معدتك فورا، الناس اللي عندها قولون عصبي قفلت او قفشت فجاه. الباطن او البطن هي فيها كل ما تبطني من شعور، دي مخزن رئيسي للخوف وللمشاعر اللي بتحب تهرب وتسكن جواها. مبدئيا الامعاء، عشان نقدر نحدد السبب شعوري او عضوي، هما بيبقوا الاثنين مع بعض، مفيش فرق بينهم كتير. لان ممكن في شعور يدفعك انك انت ترتكب بعض السلوكيات اليوميه، فبالتالي هيسبب انك انت دايما عايزه تاكلي مثلا زياده او تشربي مشروبات معينه عشان تديكي احساس بالراحه او بالامان. فبالتالي المشاعر اللي مسبقا في الجذر متخزنه في اللاوعي ومتخزنه في الجسم، هتبدا ان هي انت بتديها بتغذيها ببعض المأكولات والمشروبات الغلط، هتبدا هي كمان تخزن تحمي نفسها بالامان. لكن المشاعر اللحظيه او في مواقف معينه، انا دلوقتي خايفه، مش قادره، بطني بتوجعني مثلا، خلاص مش قادره، في انقباض او في رفض للواقع، تلاقي في ارتجاع مريء، في ممكن توصل لقرح من المعده لو الموضوع توتر واستمر فترات طويله. فكل ده اساسا شعور. انت لو مرتاحه مش هتاكلي ازيد من حاجتك عشان تحصلي على الدوبامين او تحسي انك انت بالمتعه او بالرفاهيه، فعلا انت تمام مبسوطه. طيب من خلال العلاج الشعوري ازاي نقدر نتخلص من مشاعر الخوف اللي متخزنه في جسمنا علشان نحس بالراحه؟ هو في المنهج بتاعي انا بقوم بتقنيات كتيره جدا. اول حاجه مبدئيا الحاجات البسيطه والخطوط العريضه اللي ممكن اي بني ادم يعني يمشي عليها تبقى سهله ليه. احنا اول حاجه العضلات، الحركه، ما تسيبش حته او جزء في جسمك ما بيتحركش، لازم تحركه. الحركه في حد ذاتها هتخلي الجسم يبدا يفرز ويفرغ الشعور المكبوت فيه، لكن طول ما هو ساكن هو ممتلئ. حتى او الخريطه الفلكيه او الابراج اللي موجوده معاك وقت الولاده، دي بتدل على ايه؟ مبدئيا كده ربنا خلق الارض فيها 4 عناصر اساسيه، وهي العناصر دي فينا بنسب. التراب او الارض والجبل والصخر. الارض، العنصر الارضي الترابي، الميه، الهواء، النار. ال4 عناصر دول بنسب. فانا عشان اقدر اعرف مصدر شعورك او مصدر الخوف، طبيعه الخوف بتاعك، بتتاثر بيه ازاي، بتتناوله ازاي، بتقدر تحله، بتسيطر عليه ازاي، انا محتاجه ان اشوف خريطه وعيك الطاقيه كلها بالكامل. وطبعا التمارين بتاعت الاستطاله او الاسترتشات، تمدد العضلات عشان اساعدها انها تفك التشنج والتصلب اللي فيها.
فده مهم جدا جدا. انت لو بتعمل استرتشات كل يوم، وللناس اللي مش عارفه مثلا ايه استرتشات او ملهاش مجال في الرياضه، بالبلدي كده لما بتتمطع وتعمل كده، لما بتصحى من النوم وانت واقف، كل ما بتشد جسمك وتفرده، ده بيساعد على التمدد، بيساعد على انك انت تفك اي حاجه متصلبه وجامده شويه. الحاجه الثالثه الاكل والشرب. يعني بنمشي على نظام مأكولات وممنوعات، في حاجات بتبقى بترفع مستوى الكورتيزول في الجسم كتير، فلازم ان احنا نقلل منها، وندي الاكلات اللي تعمل نوع من انواع الراحه والاشباع، الطبطبه الشعوريه، في اكل كده بيطبطب عليك بيهديك، لان هو بيظبط هرمونات المزاج معاك طيب العصبيه. ادينا كده امثله من الاغذيه ان لو واحد حاسس او عنده شعور بالخوف ممكن ياكلها تهديه. المشروبات العشبيه كلها، النعناع، البابوينج، كل حاجه طبيعيه. جينا قلنا مثلا الممنوعات، شوف الممنوعات واعمل عكسها، السكر الكتير، الكافيين الكتير، المخبوزات، كل الاكل المصنع واللحوم المصنعه. وعلى فكره دول مش بس في موضوع الخوف او الشعور، هو ده في نمط الحياه عموما، لان انت كل الاكلات اللي بترفع معدل الالتهاب هي هترفع مستوى الكورتيزول والتوتر. كل الجسم ما بيكون في حاله التهاب كل ما الكورتيزول بيرتفع، هتبقى متوتر، مش مرتاح، جسمك انت مش مرتاح، مش مكان امن انت ساكن فيه، فلازم تخلي بيئه جسمك ومحيطك هو مكان امن لروحك ونفسك انها تسكن فيه بارتياح، تتعامل معاه بمرونه. لو جينا اتكلمنا عن بعض المناطق مثلا اللي ما بتنزلش في الجسم بسبب التوتر او الخوف اللي بيبقى متخزن في البطن، مش في الظهر بقى المره دي، ايه اللي بيحصل؟ مهما تلعب رياضه، مهما تعمل ريجيم او انظمه اكل صارمه وتعذيب ممنوعات، الكرش ما بينزلش. ليه؟ الخوف اللي هنا نوعه ايه؟ الخوف من الفقدان، الخوف بمسؤوليه اكبر من اللازم، فبالتالي الجسم بيحمي نفسه بان هو بيبدا يخزن اي حاجه بتديها له دهون على طول، هو مش مرتاح، خايف. ممكن تكون انت مش واعي لخوفك ده، لكن جسمك واعي للخوف ده. فمنطقه تخزين الدهون في الكرش التوتري او القولون العصبي، هو ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يخزن ازاي؟ اول حاجه اواصل الهضم بيبقى شغال معانا على طول، الام، مع ان انا مش عارفه ارتاح، مش عارفه اكل لقمه وانا مرتاحه فيها، وما بتنصرفش، معدل الحرق بتاعها ما بيمشيش تمام، عشان الحمايه، هو عايز يحمي نفسه من الخوف ويبقى كفايه، عشان هو حاسس الشعور اللي جاي له هو مترجمه ان انا ممكن اتعرض لاي فقد او اي مشكله او اي ازمه. اعمل ايه؟ اخزن في دهون. طيب احنا دلوقتي حد عنده مشاعر خوف معينه وعنده الم في مكان معين وعايز تمرين معين يقدر يخفف بيه الالم الناتج عن مشاعر الخوف، ممكن يعني تدينا تمرين بسيط كده نعمله؟ تمام. اول حاجه انت بتبدا تحط ايدك، لو جينا مثلا لمنطقه البطن تاني، لان هي دي يعني مركز الصندوق الاسود كل البلد كلها يعني. لو احنا جينا كده وحطينا ايدينا على بطننا، لاي حد بيحس بالام او بعض التقلصات العصبيه والتوتر في بطنه، غمض عينيك معايا، اسال المكان والوجع، ايه الشعور اللي انا حاسس بيه؟ ايه الشعور اللي ممكن يكون ساكن في الحته دي دلوقتي؟ ببساطه كده هيجي لك فورا الاجابه في دماغك وفي عقلك، ايه المكان والشعور ده. طيب عايزين نحرر الشعور ده بقى من مكانه، هنعمل ايه؟ اول حاجه لمده 10 ثواني او 15 ثانيه هعمل كده وكده، انا تمام، انا بسمح للشعور ده ان هو يطلع من جسمي. دي اول مكان. طبعا احنا هنا بنطول شويه كبدايه، بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل كده هنا، وبعدين عند عظمه الترقوه دي هنا هنعمل كده بايديك الاثنين، بتعد كده مثلا كده وانت بتتكلم، وهقول لك هتقول ايه دلوقتي. بتعمل كده في الحتتين دول، على عند العظمه دي، عظمه الترقوه، بتعمل كده. وفي كمان تحت الابط من الناحيه دي كده ومن الناحيه دي كده، بتبدا التربيط او التابنج 7 مرات تقريبا مبدئيا. وانت بتربط على المناطق دي كلها، انت بتسال وبتقرر تقول لنفسك انا بسمح للشعور ده ان هو يرحل، انا متقبل جسمي وانا خايف صحيح، ولكن انا حاسس بالامان جوه جسمي، انا بسيب الشعور ده ان هو يطلع من جسمي، ما يفضلش محبوس، ما يفضلش متخزن. وانت بتخبط وبتكرر التوكيد او التاكيد على التمرين ده.
في حاجه انا نقطه عايزه اقولها، اول ما بتسال الشعور ده اديله رقم الشده بتاعته من كام من 10، من 1 لحد 10. اديله رقم قبل ما تبدا التمرين، مده شدته قد ايه، حوالي كام من 10. وبعد ما تخلص التمرين شوف الشعور ده كام من 10. بس اهم حاجه وانت بتتكلم وبتعمل التمرين بتاع التابنج او التربيت، انك انت تقول انا اسمح، بسمي نوع الخوف بتاعك، اديله اسم الحقيقي، ما تخافش، ما تحاولش تجمله، ما تحاولش تديله اسم او صفه مش حقيقيه، ما تحاولش تنكر نوع الخوف، سميه وقول انا خايف منك، انا خايف من المستقبل مثلا، ولكن رغم ان انا خايف انا بسمح لشعور الخوف ان هو يطلع من الانسجه بتاعتي ومن جسمي. فده مهم جدا جدا جدا. مع التكرار، بعد ما تكرر بهدوء خد نفس عميق وكرر النفس بهدوء. يعني اهم حاجه وانت قبل ما تبدا تاخد نفس عميق، وبعد ما تخلص نفس هادي جدا 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 جدا، تاخد النفس وتسيبه ثواني وبعد كده تخرجه بالراحه للاخر، مش مره واحده. يعني مش كده، هي مش تنهيده، لا هو كده. للاخر. وبعد كده اكتب لي في التعليقات حسيت ان الخوف او شعورك بالتوتر والانقباض بقى شدته كام من 10. دلوقتي اقدر ان انا ممكن اعمل لي اي مشروب هادي دافي جميل وارتاح. مفيش اي حاجه ممكن تزعجني في الفتره دي، على الاقل فكيت التوتر والتشنج اللي ممكن يكون كان محبوس معايا وضاغط على المناطق معينه في جسمي او متخزن في حته معينه، فيبقى قافل المسار الطاقي لتدفق الدم بقى، للهضم، لايا كان. لك اشياء بتعيقك في الحياه، في حاجات كتيره جدا 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 زي الغضب، الحزن، التوتر، حاجات كتير قوي. وعايز تخلص منها من الجذور، انا هند الدالي ومكاني مفتوح لجلسات الاونلاين. اهلا وسهلا بيك. وما تنساش تكتب لي في التعليقات لو عملت التمرين صح حسيت بايه قبل وبعد، واديله رقم من 10. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.